السلام عليكم. في الفيديو ده هنشوف اصطدام عملي ما بين التويوتا كرولا والجيتا. الاختبار ده عمله معهد اسمه دي كار للسلامة. هنشوف مع بعض مين هيتفوق على مين. الكرولا طبعا واحدة من أكتر العربيات مبيعا على وجه الأرض. في المقابل معانا الجيتا اللي تعتبر عربية متواضعة من الصنع الألماني مقارنة بالعربيات التانية. خلينا نشوف مين هيتفوق على مين في اختبار السلامة ومين هيتحمل اصطدام أكتر من التاني. مؤخرا السيارات اليابانية بشكل عام تفوقت في الأمان والسلامة على السيارات الألمانية، ودي حقيقة واقعة. ولكن في الاختبار ده هنشوف النتيجة العملية لاصطدام حقيقي، مش مجرد اصطدام بحاجز زي ما بيتم في الاختبارات العادية. الاصطدام هيتم كالمعتاد على سرعة 65 كيلومتر، وهنشوف مين هيتضرر أكتر من العربيتين. للوهلة الأولى بنشوف إن الوسائد الهوائية والستائر الجانبية في العربيتين اتفتحوا، وده مؤشر كويس جدا طبعا. خلينا نشوف كده أبواب الجيتا. الباب بيفتح بسهولة بقوة 40 نيوتن، ورأس الدمية اللي موجودة جوه العربية اصطدمت بمنتصف الوسادة الهوائية زي ما مفترض يحصل. مفيش مشكلة كبيرة في الهيكل العام، وقايم العربية سليم بالرغم من ان مقدمة العربية تعرضت لأضرار كبيرة، ولكن بشكل عام ده طبيعي لامتصاص الصدمة، ومفيش أي خطورة وصلت لمقصورة الركاب، وهو ده الأهم. على الجانب الآخر يبدو ان الكورولا اتأثرت بشكل أكبر من الجيتا، مع ان العمود المسؤول عن امتصاص الصدمه قام بدوره، ولكن بنلاقي ان قوائم العربيه اتاثرت بشكل اكبر من الجيتا. بالرغم من ان جنط العربيه زي ما احنا شايفينه سليم وكامل ومش مكسور، الا ان هو دخل جوه كابينه الركاب. امكانيه فتح الابواب من الخارج ما نجحتش، ولكن كان متاح فتحها من الداخل فقط. وزي الجيتا برضو راس الدميه اصطدمت بمنتصف الوساده الهوائيه. بنلاحظ تشوهات كتير في اماكن كتير زي السقف، والمسافات ما بين اجزاء العربيه برضو حصل فيها تغيير. ومع ذلك جسم العربية نجح في انه يمتص الصدمة بفعل منصة TNGA الجديدة من تويوتا. من التلفيات اللي في العربيتين نقدر نقول ان من الواضح ان جيتا قدرت تستحمل الصدمة اكتر من تويوتا شوية، ولكن ده ما يمنعش ان اداء العربيتين هايل جدا. ممكن يكون ده بسبب منصة MQB ل 2021 الجديدة للجيتا اللي تم تحديثها بشكل كبير لتقوية جسم العربية، واللي بيعزز قوة العربية في حالة الاصطدام الحقيقي. نتيجة لده الجيتا تسببت بأضرار أكبر للكورولا مش العكس. كمثال تاني بنلاقي إن مقاعد الركاب في الكورولا زي ما احنا شايفين كده انفصلت تماما عن مكانها. المثير في الموضوع إن تويوتا كورولا تقريبا نفس وزن الجيتا، ومع ذلك الجيتا قدرت تحقق اداء افضل من الكورولا. لما بنيجي بقى نفكك العربيتين عشان نشوف اثر الصدمه عليهم بشكل اكبر بنلاقي الاتي. دي الاماكن اللي تضررت اللي عليها دوائر حمراء سواء في الجيتا او في الكورولا. هنلاقي ان حاله الكورولا اسوأ بكتير من حاله الجيتا، ومع ذلك منصه TNG من كورولا قامت بدور هايل جدا، لان استخدموا فيها فولاذ عشان يقدروا يخلوها تتحمل الصدمات بشكل اكبر، ولكن من الناحيه العمليه اتهزمت في اختبار حقيقي لما اصطدمت بالجيتا. قد يكون ده بسبب ان المنصه اللي قامت عليها الجيتا منصه احدث من اللي قامت عليها الكورولا، وعشان كده دايما لما بتشتري عربيه احدث بيكون التطوير اللي حصل فيها بيديها امان اكبر من العربيه القديمه. عشان كده دايما كل ما تشتري موديل جديد هتبقى وسائل الامان فيه اكبر، والسلامه اللي بتوفرها للركاب اكبر بكتير. هنروح بقى لاختبار الاداء، وهو اختبار التسارع ما بين الكورولا والجيتا. زي ما احنا شايفين الجيتا في اختبار الاداء تفوقت على الكورولا. عايز اقول ملحوظه في النهايه انه العربيتين كامان العربيتين هايلين جدا، وزي ما قلت حتى ان الاختبارات اللي قامت للعربيات اليابانيه مؤخرا اثبتت ان هي اكتر في الامان والسلامه من العربيات الالمانيه، ولكن ده ما يمنعش ان الجيتا برضو عربيه قويه جدا من ناحيه السلامه، وفي الاصطدام الحقيقي تفوقت على الكورولا. الفيديو ده مش معمول عشان نفضل عربيه على عربيه، ولكن بنوضح في الاخر العربيه الاقوى كانت مين. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامه.